السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من شغل جودة حكاية موقع. هنستكمل كلامنا النهاردة إن شاء الله عن المنشآت المائية. احنا كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت أو الحلقات اللي فاتت عن الوتر ستوب وعن الزراجين وعن الخرسانة الخاصة للمنشآت المائية. اتكلمنا عن البادل فلانج. اتكلمنا على حاجات كتير جدا تخص المنشأ المائي اللي هنفترض ان احنا مثلا معانا خزان. فاحنا كنا بنتكلم عن ما يميز المنشأ المائي والحاجات الخاصة اللي احنا بنعملها مع المنشأ المائي الخرساني، مش بتتعامل مع أي منشأ غيره. النهاردة وإحنا في استكمال كلامنا عن الموضوع ده هنتكلم عن نقطة مهمة جدا، وهي صب المنشآت المائية أو تحديدا صب مثلا حوائط الخزان. طب إيه الفرق ما بين صب حيطة خزان وصب حيطة عادية؟ أولا دي هي ما يسمى بحرب الكول جوينت أو حرب النقط الباردة. ليه الموضوع ده مهم؟ لأن الكول جوينت دي حرب لازم نخلي بالنا منها كويس جدا واحنا بنصب أي حوائط تخص المنشأ المائي. طب إيه هو الكول جوينت في الأساس؟ الكول جوينت إن احنا عندنا أي حيطة بنصبها، طبعا بنصبها على طبقات، كل 30 سنتي، كل 40 سنتي، كل 50 سنتي. هنفترض الحيطة 3 متر، فاحنا مبدئيا عندنا شباك طبعا هيقسم الصبة، لأن مش هنقدر نصب ال3 متر كلهم على بعض. زائد ان احنا بنصب الحوائط دي على شكل دوران او على طريقة ان احنا بنلف حوالين الحيطة، بنصب مثلا ارتفاع متر ونفضل مكملين للمتر اللي بعده للمتر اللي بعده لحد ما نوصل التوب اللي احنا شغالين عليه او الارتفاع اللي احنا شغالين عليه. امتى بقى بتحصل الكول جوينت وايه هي الكول جوينت؟ هنا الموضوع ده ليه علاقة بزمن الشك الابتدائي للخرسانة. لو احنا بنتكلم على خرسانة بدون اضافات، فاحنا المفروض ما بين الطبقة اللي صبيناها من الخرسانة والطبقة اللي هتيجي فوقها ما يتعداش ال45 دقيقة، لأن كده الجزئية اللي تحت هتشك بعد 45 دقيقة، فلما تيجي عليها الخرسانة اللي بعدها هيكون لنا هنا الكول جوينت. فوجود الكول جوينت هنا إن المية أو الخزان ده لما يتملي مية هيحصل تسريب أو ليكج من المنطقة دي. وهنا الموضوع مش مجرد إن هو هيحصل تسريب، لا، ده هيؤدي إلى ضعف الخرسانة، وده هيؤدي إلى صدى حديد التسليح. يعني العمر المنشأ نفسه هيبقى قليل جدا، والمنشأ هيتدمر بسهولة جدا، لأن المية هي أقوى أو أكبر عدو للخرسانة أو للمنشآت الخرسانية عموما. تمام. فاحنا كل اللي احنا بنعمله وبنركز عليه في عملية الصب، إن احنا بنحافظ على إن ما بين الحطة الأولانية اللي احنا صبيناها والحطة التانية اللي احنا بنصبها ما يعديش زمن الشك الابتدائي، اللي هو هنقول إن هو مثلا 45 دقيقة لو الخرسانة ما فيهاش إضافات، وممكن يوصل لحد 3 ساعات لو الخرسانة موجود عليها إضافات سببت في عملية تأخير لزمن الشك الابتدائي. بنعرف الكلام ده عن طريق الداتا شيت بتاعت المواد الإضافات اللي بنستخدمها، بنعرف من خلالها هي الخرسانة دي هتوصل أو زمن الشك الابتدائي بتاعها قد إيه. وطبعا لازم نأمن نفسنا، يعني لو هو مكتوب 3 ساعات فاحنا هنشتغل على إن ما بين الحطة والحطة اللي احنا بنصبها ما يعديش مثلا ساعتين. احنا برضو لازم نأمن نفسنا، مش هنشتغل كريتيكال على ان المادة بتأخر 3 ساعات فيبقى احنا لازم نلتزم بالثلاث ساعات دول. لا، احنا بنأمن نفسنا وبندي لنفسنا حيز وقتي ان احنا خلاله نقدر نكون خلصنا الشغل. طب ايه هي الخطوات او الاجراءات اللي احنا بنعملها قبل ما نصب اي حوائط خرسانية خاصة بمنشأ مائي سواء كان خزان او بيارة؟ اول حاجة بنتأكد منها هي معدل الصب المسموح به بالنسبة للشدة. لو احنا شغالين في مشروع الشدة بتاعته بيتم تصميمها من خلال مهندسين، فهتلاقي موجود يقولك ان معدل الصب المفروض يبقى بالرقم الفلاني. في اغلب الاحوال لو الموضوع ده مش موجود، فاحنا هنلتزم بان احنا هنصب الحوائط على بكميات او بارتفاعات بنحددها مع بعض حسب التدعيم اللي حاصل للشدة قد ايه. وطبعا هنراعي ان ما يتمش رمي الخرسانة او ما يتمش صب الخرسانة على ارتفاع يزيد عن متر ونص. فلو الحوائط مثلا 3 متر، احنا ليه دايما بنتكلم على ان الحوائط هتتصب مرة واحدة؟ لان حوائط الخزان ما ينفعش نقطعها او نقسمها اجزاء، لان في الحالة دي هنضطر ان احنا نستخدم موتور ستوب ما بين الحطة والحطة. ففي الاغلب حوائط المنشآت الخرسانية بتاعة الخزانات أو البيارات بيتم صبها على مرة واحدة مهما كان ارتفاعها، ولكن الصب برضو هيبقى ليه أصول من حيث إن إحنا مش هنتعدى المتر ونص. فإحنا بنعمل شباك جوه الحيطة، في النجارة بتاعة الحيطة بنصب منه، وبنقسم الحيطة على حطتين أو 3 حطات. كل حطة منهم برضو مش هنملاها كلها مرة واحدة. هنفترض إن إحنا وإحنا بنلف حوالين الحيطة كده بالبمب بنصب مثلا متر، مع كل لفة بنصب متر. بس برضو هنراعي من بداية ما بدأنا نصب
لحد ما خلصنا اللفة الأولانية، ومع بداية اللفة التانية ما يتخطاش زمن الشك الابتدائي للخرسانة عشان برضو ما ندخلش في كول جوينت. فهنصب من الشباك الأولاني، هنصب كمان من الشباك التاني لو الحيطة ارتفاعها عالي، وبعد كده هنصب من التوب بتاع الحيطة نفسها. يبقى احنا عندنا ان احنا أول حاجة بنتأكد من معدل الصب المسموح بيه عشان الحوائط ما تضربش مننا، بنتأكد من توافر كمية الخرسانة اللي احنا محتاجينها مع المحطة. لازم يبقى عندنا البامب اللي هنشتغل بيها وبامب سبير، لان هنا لو البامب عطل هتحصل مشكله ان احنا هنوقف صب، فبالتالي هندخل في كول جوينت. ده في كمان مشاريع بنبقى معربانين او بنبقى مرتبين الخرسانه مع محطتين، محطه اساسيه ومحطه احتياطيه، بالاضافه لوجود بامبين، طبعا البامب الاساسي اللي بيصب والبامب التاني احتياطي عشان لو لا قدر الله حصل اي حاجه في البامب الاولاني. والنقطه المهمه جدا 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 هي الهزازات. لازم يبقى معانا كمية محترمة من الهزازات ونتأكد إن هي شغالة وأقطارها تكون مظبوطة بحيث إن إحنا نقدر ندخلها جوه الحيطة، عشان موضوع هز الخرسانة أو إن إحنا ندمج الخرسانة بشكل كويس هو ليه عامل كبير جدا 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 في نجاح الخرسانة أو نجاح اختبار التسريب بتاع الخزان. الخرسانة المدموجة كويس هتبقى الفراغات جواها قليلة جدا، وده معناه إن المسارات بتاعة المية اللي هتتشكل هتبقى هي كمان قليلة جدا، فهيدينا خرسانة كثيفة أو خرسانة ما فيهاش فراغات أو ما فيهاش جيوب هواء، وبالتالي فرصة إن هي تنجح في اختبار التسريب هتبقى عالية جدا جدا. وأخيرا وليس أخيرا، بعد ما خلصنا صب التزمنا بالكلام اللي احنا قلناه، ما وصلناش أو ما تعديناش زمن الشك الابتدائي واحنا بنصب الخرسانة بتاعة الحوائط على حطات، قفلنا الشبابيك من حطة للتانية للتالتة، الدنيا معانا تمام إن شاء الله. بعد مثلا 24 ساعة أو 48 ساعة حسب ما المواصفة والستاندر اللي انت شغال عليه في المشروع بيقول، بنفك الحوائط بتاعة الخزان ونبدأ نراقب او نتابع الحوائط بتاعة الخزان ونتأكد ان ما فيهاش اي كول جوينت. الكول جوينت احنا اصلا هنعرفه ازاي؟ هتاخد بالك ان في فرق واضح وصريح ما بين الخرسانة والخرسانة على هيئة خط او خيط كده بيبقى ممدود قدامك. طبعا حتى لو احنا شفناها فيجوال، الحاكم الاساسي في الموضوع ده هو اختبار التسريب. يعني احنا بعد ما بنصب بنعمل الريبير بتاعنا، وبعد كده المفروض هنملى الخزان ميه عشان نختبره تسريب. وده ان شاء الله اللي هنستكمل كلامنا عنه بعد شويه. ولحد ما نستكمل كلامنا عن موضوع اختبارات الخزانات، انا بعتذر منكم طبعا ان انا اتاخرت شويه في اني انزل الحلقه دي تحديدا. كانت مكتوبه معايا تقريبا بقالها بتاع اسبوعين او 3 اسابيع، بس ما عرفتش اسجلها ولا اعمل اي حاجه، وده بسبب وفاه والدي رحمه الله عليه. اسالكم الدعاء لي وقرايه الفاتحه، وبعتذر منكم في نفس الوقت. فنرجع للاختبار. طبعا في طرق كتيره جدا جدا لاختبار المنشآت المائيه. انا هتكلم عن الطريقه المتبعه هنا في مصر، واللي هم تقريبا هم كلهم في الاخر تقريبا مقاربين جدا لبعض. هي الفكره كلها ان احنا المنشأ بعد ما صبيناه فكينا النجاره بتاعته، مبدئيا احنا بنبدأ نعمل الريبير بتاعنا، الريبير لأماكن الزراجين، ريبير لأي تعشيش أو تسويس باين عندنا على الأسطح الداخلية للمنشأ الخرساني. بعد ما بنعمل الريبير بتاعنا وقبل ما نعزل، وهنا بتكلم على العزل الداخلي للخزان اللي هو سواء كل العزل زي الكريستالين او غيره، اللي هو مثلا لو هنفترض ان خزان ميه فاير او ممكن حتى يبقى خزان ميه شرب او خزان بتاع كيميكال حسب النوع اللي احنا هنستخدمه من انواع العزل للحوائط الداخليه والخارجيه. قبل ما نبدا نعزل احنا بنملى الخزان بالميه، بنملى الخزان بالميه ونبدا نستنى من بعد ملو الخزان 7 ايام. هو الكود بيقول 7 ايام و7 ايام، احنا في الحقيقه دايما بنشتغل ان بعد ما الخزان يتملي لحد الليفل اللي احنا عايزينه من الميه بنستنى 7 ايام. وخلال ال7 ايام دول ولحد ال7 ايام دول احنا كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنتأكد إذا كان في أي رشح حصل على الجدران الخارجية للخزان. وكخطوة بصراحة أنا مش بعملها لأن تقريبا أنا 90% مش أكتر من 90% من الخزانات اللي اشتغلتها كانت بتبقى خزان مقفول بسقف، ولكن المفروض إن إحنا بنقيس الليفل بتاع المية بتاع سطح الخزان، واللي هو حسب الكود المصري بيقول ان هي مثلا ما تقلش اكتر من 3 مللي في اخر 24 ساعه. انا في الحقيقه الخطوه دي ما كناش بنعملها لان الخزانات كلها كانت بتبقى مقفوله، ولكن احنا كل اللي كنا بنعمله هو الفحص البصري للجدران من بره.
عشان نتأكد إن مفيش أي تسريب أو في أي نقطة ضعف خرجت منها المية، حتى لو على شكل بقعة بتبقى باينة قدامك أكن في بقعة غامقة. طبعا لو شفت نقط مية بتنزل فدي كده دي مشكلة كبيرة جدا. يعني أنا بتكلم في الحالة الأبسط، وهي إننا هناخد بالنا من وجود بقع لونها غامق على سطح الخزان. طبعا لو في نقط أو في حاجة أكبر من كده، طبعا الأماكن دي كلها بنعلمها من الوش الخارجي من بره عشان نقدر نتتبعها من جوه. والمفروض إن إحنا في حالة وجود تسريب لا قدر الله إن إحنا هنفضي الخزان ونبدأ نعالج النقط اللي ظهرت لنا فيها المية من جوه الخزان، لأن اللي بره ده عرض لمشكلة أساسا حاصلة من جوه. إحنا في الحقيقة بنعالج من جوه ومن بره. أنت في الحالة دي هتتبع الطريقة اللي أنت معتمدها لأعمال الريبير بالنسبة لمنشأ مائي، سواء هتستخدم مثلا مادة زي السيكا بلاج أو أيا كانت المادة اللي أنت هتعتمدها لأعمال الريبير. يعني احنا في الخرسانة المسلحة العادية بنستخدم مثلا الجراوت في المعالجات بتاعته. انما في الحالة اللي عندنا دي فاحنا مثلا في الحالات البسيطة بنستخدم حاجات زي السيكا بلاج او غيرها. في حاجات لا قدر الله لو الموضوع اكبر من كده فاحنا بنضطر لعملية الحقن، هي عملية مكلفة جدا، بس بنحقن الاماكن اللي المفروض حصل منها التسريب. انا مثلا دايما كنت بعمل ايه، انا لما كانت بتواجهني المشكله دي بصراحه كنت بتصل بالمهندسين بتوع شركات زي سيكا زي باسف زي مابي، اللي هي الشركات المتخصصه او الشركات اللي بتشتغل في الكيميكال، وبخليهم يجوا يعملوا لي زي تقرير بالموضوع. ايه اللي يلزمه ايه، يعني مثلا يقول لك لا دي ممكن نستخدم لها مثلا حاجه زي سيكا بلاج، لا والله ده الموضوع ده محتاج عمليه حقن. وكنت بجيب اكتر من طرف عشان اقدر الم الدنيا. وممكن في الاول كنا بنعمل محاوله كده ذاتيه من عندنا ان احنا نبدا نشتغل باي ماده من المواد اللي بتقفل مناطق التسريب ونختبر تاني، بنختبر بنفس الطريقه. طبعا احنا عشان نعمل ريبير بنبقى فضينا الخزان من الميه، بعد ما بنخلص الريبير بتاعنا بنرجع نختبر الخزان تاني. والمفروض ان شاء الله بعد لو من اول مره نجح معاك تمام، من تاني مره نجح معاك فتمام، اول ما بتنتهي والخزان يبقى خلاص ما فيهوش اي تسريب والدنيا بتاعته تمام، بنبدا في عمليه العزل للجدران الداخليه والخارجيه للخزان. نيجي بقى لدور مهندس الجودة. هنا مسؤولياتنا هتبقى متدرجة، ابتداء من ان احنا بنتأكد ان كميات الخرسانة او محطة الخرسانة عندها القدرة الكافية ان هي تدينا كمية الخرسانة اللي احنا محتاجينها. بنتأكد من وجود ترتيبات لمحطة احتياطي، بنتأكد من وجود البمب الرئيسي والبمب الاحتياطي، بنتأكد من الهزازات ومدى كفاءتها، بنتأكد من ان اعمال الصب بتتم بالريت او بالمعدل المتفق عليه، بنسجل عدد الدورات اللي بنلفها والزمن الفاصل ما بينهم قد ايه عشان نحافظ على عدم تكون كول جوينت واحنا شغالين. بعد الصب او بعد انتهاء الصب بنفحص حوائط الخزان بعد الفك او بعد فك النجارة عشان نتأكد لو في اي مشكلة في الحوائط، نعمل الريبير اللازم حسب الميثود المعتمدة في المشروع بالمواد المعتمدة في المشروع. بعد كده بعد ما بنسلم اعمال الريبير المفروض ان احنا بنبتدي نملى ميه وبنبعت اي ار ان احنا بدأنا نملى ميه. وبمجرد ما الميه توصل للليفل المتفق عليه بنبعت ريكويست ببدء عملية الاختبار عشان نعد من الريكويست ده اللي احنا بعتناه او من الاي ار اللي احنا بعتناه السبع ايام اللازمين لعملية الاختبار. وبعد مرور السبع ايام بنبعت ريكويست الفحص البصري او اي ار الفحص البصري عشان نتأكد او الاستشاري يفحص معانا ويتأكد ان الخزان ما فيهوش اي نقط تسريب. لو لا قدر الله في نقط تسريب بنحدد اماكن النقط وبنفضي الخزان وبنعيد الموضوع تاني من الاول ان احنا بنعمل الريبير اللازم. وبعد كده وطبعا ده بيتسلم باي ار، وبعد كده بنملى ونبعت ريكويست الملو او نبعت الاي ار بتاع ملو الخزان. وبعد كده لما يتملى الاخر بنفس السيكونس اللي احنا قلناه. هنا ايه، هنا بس الكوردينيشن اللي بتتم عن طريق مهندس الجوده بالاي ارات بعمليات الفحص المطلوبه اللي من خلالها المفروض ان شاء الله تبقى كده الدايره مقفوله. لان مثلا يعني من الجدالات اللي دايما تحصل بسبب موضوع الملو ده، هو مين اللي قال ان الميه مليانه بقى لها 7 ايام؟ ريكويست الملو اللي احنا بعتناه بيبقى اسمه بدء عملية الاختبار أو طلب فحص لبدء عملية الاختبار. وبعد كده بنبعت الريكوست اللي بعده بعد مرور ال7 أيام أعمال الفحص البصري لاختبار الخزان الفلاني أو البيارة الفلانية أو أيا كان المنشأ اللي احنا شغالين عليه. ده طبعا بالإضافة للخرسانة اللي احنا صبيناها. المفروض إن مهندس الجودة بيتأكد هي دي الخرسانة المتفق عليها لو احنا بنتكلم على خرسانة خاصة زي
اسمنت ثيم 3 او خرسانه عليها سيليكا فيوم، ايا كان. طبعا دي اعمال الفحص الاعتياديه، انا مش بتكلم فيها النهارده، انا بتكلم بس على الجزء الخاص بعمليه اختبار الخزان. بس كده يعني. انا اتمنى ان الكلام يكون كان مبسط وسهل وبسيط. آه، ممكن ان شاء الله ابقى اتكلم عن حاجات تفصيليه اكتر، يعني مثلا موضوع الاختبارات بتاع التسريب ده ليه اكتر من طريقه، الطريقه حسب الكود البريطاني وحسب استندرات مختلفه، حاجات كلها فروقات بسيطه. زي مثلا في بعض الطرق ان احنا مثلا بنضيف لون للميه اللي احنا بنختبر بيها عشان يبقى ملاحظتها من بره اسهل. في طرق كتيره جدا. انا اتكلمت على التجربه او على الطريقه اللي انا اشتغلت بيها واللي يعني عندي خبره فيها او فاهم الطريقه بتاعتها بطريقه عمليه بنشتغلها ازاي. انا بشكركم جدا، وبعتذر تاني عن التاخير، وبسالكم تاني الدعاء لوالدي و... وندعي لاخواتنا المستضعفين في الارض في كل مكان. ان شاء الله ربنا ينصرهم على عدوهم ويقويهم. ما تنسوش تشتركوا في قناة اليوتيوب، وما تنسوش تتابعوني على فيسبوك وعلى لينكدين وعلى تيك توك. وأتمنى إن أنا أكون قدمت أي جديد. أنا محمد الدرمالي، ودي سلسلة حكاية موقع من شغل جودة. السلام عليكم.